حجوجة يا جماعه، حجوجة يمكن واحد من المطاعم اللي عليها جدل كبير قوي بسبب الزحمه الكتير قوي اللي عنده. كنا جربنا حجوجة من سنتين وكان الاكل بالنسبه لي مش قد كده قوي، وكان لسه فاتح بالظبط هنا بقاله اسبوع. فشل برضه في الملوخيه 6 من 10، تحسها في حد اكل منها قبل كده. بقالنا سنتين جربنا فيهم حجوجة اكتر من 7 مرات في وسطهم، وجربنا السحور وكان من احلى السحور اللي انت ممكن تاكله في حياتك. تعال نشوف النهارده ايه الفكره اللي بتميز حجوجة. بقول لك ايه، ادخل شوف. فاحنا النهارده هنجرب التجربه كذا مره، ولما اتاكدت من التجربه قررت ان انا انقلها. وبجد هو الاسعار هتلاقيها حلوه، الاكل هتلاقيه خاماته حلوه قوي. بس هو فكره في حجوجة عامه ان هو مطعم بكونسبت فلاحي. حجوجة يمكن اول ما فتح كان الضغط عليه كبير قوي، وهي دي بتبقى اصعب حاجه لاي مطعم لما بيفتح في الاول. مع الوقت اتعود على الضغط وتعود على كميه البني ادمين، فبقى يظبط الحته دي. لان انت هتلاقي التايم اوردرنج هنا حلو قوي، ان انت اوردرك بينزل بسهوله جدا في وقت سريع. هتلاقي كواليتي بتاعه السيرفيس. يعني انا حتى كنت بقعد ابص على ترابيزات الناس كده عشان افهم اللي بينزل لي بينزل للناس ولا ما بينزلش للناس، فلقينا ان برده الكواليتي كنترول متناسبه حلوه. فتعالى النهارده نشوف بقى التجربه كامله، واعتقد مفيش حد في مصر ما جربش حجوجة، فاحنا بننقل تجربه متجربه. بس حاسب بقى انت جربتها امتى. عامل كونسبت لطيف ومش موجود منه كتير، مع ان موجود منه كتير، بس هو عامله بطريقته الخاصه. منيو مش كبير، محشور في كام حاجه، ليه ستايل معين. حتى في السحور كان ليه ستايل معين ملوش دعوه باي حد، فيمكن ده اللي حلو. نشوف الاكل. يلا بس يا جماعه، ده المنظر بتاع المفروض الاكل الفلاحي. هو موضوع ايه؟ موضوع خطر النهارده. احنا نزلنا ايه بقى؟ في نص بطه بالورق عنب، رز معمر بالقشطه، وده من اشهر الحاجات اللي موجوده هنا. يعني بص هتلاقي ايه، تلاقي حته القشطه كده بيقعد يسيبها لحد ما تسيح كده وتروح. ده من اكتر الحاجات اللي مشهوره هنا. عندك دي مزاليكا، عندك دوت محشي. ادي اهو، بص ده محشي ايه مثلا؟ ده محشي فلفل، وده محشي ورق عنب، وده طاجن دوار العمده. تمام، دي بتبقى لحمه بتلو كده وتحتها رز بالخلطه معمول باللوز. ده ورق عنب بالكوارع، ده بتبقى ضلوع كده معموله في البصل. وده 4 حمامات، وده سجق. ممكن ناخد اول حاجه كده ممكن نبدا بيها، وهي الرز المعمر. كمان ناخد حته من القشطه، طير الرز اللي هو المعمر ده. بقى البطاطس اللي تحت اللوحه دي تاخدها مع الرز المعمر، وتاخد عليهم حته من الايه. هو الاكل تقيل قوي، بس انت لو انت جاي جعان مش هتحس ده في الاول. دي كبده بتلو معموله بالزبده، معاها فلفل حامي. هتلاقي الكبده هنا لونها فاتح شويه عشان هي بتلو، فالعجل البتلو ده بيبقى عجل صغير قوي، فهتلاقي طعم الزفاره اللي هي بتاعت الكبده الصغننه ديت. على فكره يعني مش زفاره، هي طعم الكبده فعلا، مش باينه قوي فيه. وعاده العجل البتلو ده هتلاقي طعم اللحمه فيه ضعيف، الانتنس بتاع اللحمه. فالكبده ديت لو انت ما بتحبش الكبده قوي هتعجبك قوي، لو انت بتحب الكبده الخفيفه قوي هي دي كبده خفيفه قوي. نخش بقى على ايه؟ مزاليكا، كبد وقوانص. هنا مفيش فراخ اصلا خالص، فاعتقد ان دي كبد وقوانص البط. دي بقى ايه؟ كبده فراخ مع قوانص فراخ معموله بالبصل والسمنه، ومعمول معاها فلفل برده كده صغنن. كل التحبيشه دي معموله مع الزبده برده الفلاحي. هو الاكل بصراحه يعني يا جماعه، هو انا مش هتكلم عليه، انا هوصفه لان هو شكله يوحي بطعمه. يعني هناخد بقى حته من ايه؟ من دوار العمده ده. ممكن ناخد كرعايه كده. عمري ما جربت البط هنا، بس دي اول مره هجرب البط. طري قوي برضو، وفي نفس الوقت ايه، مستوي حلو، بس مش مميز الفظيع يعني. مع ان برضو هو مشهور قوي بالبط. هو هتلاقي هنا بصراحه يعني اللي فرق قوي ان كواليتي الاكل نفسه عليت قوي، وقطعيات اللحمه حلوه قوي، وفكره انك تلاقي دهون مثلا زي بتاعه البيتيلو خفيفه مع السمنه الكتير دي برضو. يعني كده السمنه كتير يعني ايه، بس مش السمنه اللي هي المتعبه. ده كتير قوي. ده كباب وكفته، كباب ضاني هتلاقي فيه دهون شويه. دي حمامه محشيه رز، والرز بتاعها اهو من جوه كده تحس ان هو ايه، مبهر وكذا لون في بعض. حجمها صغنطوط بس طعمها جامد والله يا جماعه. يعني ايه، انا المطاعم اللي ببقى مجربها كتير بحس ان انا مش عارف ادي رايي فيها قوي، لان انا كيكه واكلها فعارف رايي فيها، مش بيبقى اكسبيرينس جديده يعني. بس نشهد لحجوجة انه عمل تطور رهيب، وان يبقى في فرع واحد مسمع بالطريقه دي حاجه صعبه قوي. يعني انت ما تبقاش منتشر في كل مصر، بس عندك فرع واحد عامل القلق ده كله، شابوه يعني ليه. ناخد بقى ايه بتاع ده بقى، بيبقى دايب خالص، لان ده من الحاجات برضو اللي بحبها قوي، اللي هو الضلوع بالبصل. والبطاطس ديت على فكره اللي هي المقرمشه من بره مع الضلع خطيره يعني بجد. يعني اصلا بص انت بتلاقي ايه، ده عظم، انت متخيل؟ دي زي قرقوشه كده يعني تاكلها. انا اصلا بحب طعم القرقوشه دي قوي. وعندك بقى المحاشي. انا بص محشي فلفل ده ما بحبوش قوي، بس تحس ان هو مهري زياده عن اللزوم كده. ناخد كفتايه نغمسها
انا بالنسبه لي بنبسط في حجوجه، وحجوجه من الاماكن اللي اتطورت بسرعه قوي وعملت صيت حلو قوي، واتوقع ان هو هيفتح فروع كتير الفتره الجايه. ما اعرفش ليه يعني، بس حاسس ان هو محتاج يعمل دوت، لان التوسع دوت هيقلل الكباسيتي بتاعت الناس شويه، لان في اخر 10 ايام في رمضان انت ما كنتش تعرف تخش حجوجه لغايه اخر رمضان، فدي اكبر مشكله هتواجهها هنا. بس انما اوفر اول انا انبسطت. مصطفى بيحب حجوجه، وانا حاليا بجد يعني بقيت لو عايز اكل مصري اعتقد حجوجه هيبقى واجهتك الاولانيه، بس الاكل تقيل. وبقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.